النيل ليس مجرد نهر يروي أرض مصر، لكنه مؤرخ بارع يروي قصة نشأة الحضارة على ضفتيه. واليوم نستكمل استماعنا إلى همس الطبيعة في أسوان، فعلى نيلها تعزف الطيور سيمفونية من الجمال الأخاذ، تنساب أصواتها عبر أفق الصباح، ترتقي مع أشعة الشمس المشعة لتغمر الأرجاء بأنغامها الساحرة. هناك تتراقص العصافير بخفة على لحن الرياح، تنسجم ببراعة في قوافي الطبيعة المتجددة، ويعزفان معا سيمفونية من الألوان والأصوات. هنا في أسوان تتشكل لوحات بصرية مذهلة على أنغام الطيور، لوحات مخلوطة بألحان النهر الجارية وأصوات الطيور المغردة. طبعا معروف محمية جزر سروية وغزال عبارة عن جزر صخرية، وحتى الجزء اللي هو الطمي الموجود داخل المحمية عبارة عن ترسيبات طينية من أيام الفيضان بتاع السد العالي قبل بناء السد العالي. وطبعا كان يجي الفيضان بالطمي بتاعه، فالفيضان لما بيمشي كان بيسيب الطمي متكون أو بين الصخور، فبيعمل يعني مساحات كبيرة من الأراضي الفاضية اللي بتخلي فيما بعد اللي بقيت نباتات طبعا طبيعية من أنواع من الصمت المختلفة اللي اتكلمنا عليها. يمكن الصخور طبعا احنا اللي شايفينها دي بتجذب انواع كتير من الطيور المهاجره، من اشهرها النوارس، ومن اشهرها ورب البحر، ومن اشهرها الخطاطيف. ودي كلها انواع من الطيور المهاجره بتحب البيئه الطبيعيه بتاعتها انها تكون متواجده وسط المياه عذبه، لانه طبعا يعني الطيور انواع كتير، في طيور مائيه بتحب المياه العذبه، وفي طيور مائيه بتحب المياه المالحه، وفي طيور طبعا حوامه اللي هي زي الصقور والنسور والبشروس والبيع، وفي طيور عصفوريات بتعتمد على الاشجار والنباتات الموجوده على جزر المحميه وجزر نهر النيل بشكل عام. يعني المكان ده طبعا مميز انه هو منطقه الشلال الاول لنهر النيل. زي ما احنا اتكلمنا قلنا انه نهر النيل ليه 6 شلالات. المنطقه المحميه بتاعتنا هنا هي اول شلال او اول منطقه للشلالات، وباقي الشلالات موجوده في السودان وموجوده في اثيوبيا. معروف الشلال عباره عن ارتفاع من المياه في مكان منخفض، بيعمل يعني اختلاف في المناسيب بتاعه المياه بيعمل منطقه الشلال. قد يكون كلمة الشلال هنا في مكاننا مش كبير، يعني الشلال مش كبير زي شلالة نياجرا ولا شلالات متعارف عليها بتاعت وادي الريان، لكن في برضه احنا في شلال لا يتعدى ارتفاعه عن متر. طبعا ده ناتج عن اختلاف منسوب المياه من الارتفاع العالي والارتفاع الواطي بتاع منسوب المياه. ده مخلي طبعا انواع كتير من الطيور بتكون في منطقه الشلال، تستنى انواع معينه من السمك تتغذى عليها. ده بيخلي تجمعات كتير من الطيور اصلا موجوده في المنطقه اللي احنا واقفين عليها. زي ما انت شفتي طبعا يمكن احنا بنتكلم على مناظر طبيعيه رائعه جدا، وما نتكلم على جو مناسب وجو ملائم، ونتكلم على سياحه من السياحه الفريده اللي دايما او الجديده على مستوى العالم، يمكن الجديده عامه عندنا هنا في مصر، اسمها السياحة البيئية. السياحة البيئية بتعتمد على سياحة المناظر الطبيعية، على سياحة مشاهدة الطيور، على سياحة السفاري. يمكن محمية سروية وغزال جزء مهم وجزء لا يتجزأ من هذه السياحة في أسوان. لا احنا اتكلمنا قلنا في محميتين في أسوان، محمية سروية وغزال اللي احنا فيها، ومحمية وادي العلاي. قد يكون محمية وادي العلاي فيها جزء من سياحة السفاري لكن محتاجة نوع من التخطيط والتنظيم، لكن محمية سروية وغزال كونها انها قريبة جدا من محافظة أسوان ده بيخلي فرصة كبيرة أو بيخلي ناس كتير من السياحة أو عدد كتير جدا من السياح بيجوا يزوروا المحمية هنا ويستمتعوا بجمال المناظر الطبيعية ويستمتعوا بأنواع الطيور المهاجرة الموجودة عندنا في المحمية. يمكن أعداد الطيور في المحمية هنا تعدت 145 نوع من الطيور. يمكن أنسب الأوقات اللي احنا ممكن نشوف فيها الطيور الصباح الباكر جدا، وده احنا بنعمله أو ملتزمين دايما فيه في برنامج مشاهدة الطيور اللي طبعا بيجري بشكل يومي مع مجموعة من
السياحة. لو طلب دايما أحد الباحثين ينزل مع جروب سياحي، أو ممكن أحد الإنشاءات السياحية يقوم بهذه المهمة منفردا مع نفسه، على خاصة طبعا إنه الأجانب دول بيكونوا معروف أنواع كتير من الطيور، هم جايين بس يستمتعوا بالمناظر الطبيعية، يعني عارفين الأنواع، عارفين البلاشون الأبيض من على الباشا طبعا بدون شك. يعني هو عايز جاي يزود الليستة بتاعة الطيور بتاعته، القائمة بتاعة أعداد الطيور اللي شافها. يعني دايما هناك في أوروبا في صراع في مشاهدة أنواع الطيور أو القائمة بتاعة الطيور. في ناس مثلا يقول لك واحد أنا شفت 400 نوع على مستوى العالم، في واحد يقول لك أنا شفت 450 نوع على مستوى العالم. سياحة منتشرة هناك. ومن الآن احجز لخيالك مكان، فالنيل ما زال يروي.